مساء السعادة. يلا بينا نتعرف على مكان جديد وعلى حكاية جديدة. وحكايتنا النهاردة هتكون من القناطر الخيرية، محافظة القليوبية. يلا بينا. وأول حاجة رحتها قناطر أبو المنجا. قناطر أبو المنجا موجودة في قرية ميت نمى جوه المقابر، وهي عبارة عن جسر تاريخي من العهد المملوكي أنشأها الظاهر بيبرس سنة 615 هجرية. ناحية من القناطر زي ما احنا شايفين متزينة رنكات لشكل الأسد، اللي هي كانت الشعار الرسمي بتاع الملك الظاهر بيبرس. دول تقريبا حوالي 40 رنك، يعني حوالي تقريبا نص رنوك الظاهر بيبرس اللي موجودة على الممتلكات بتاعته في الوقت دوت. وقصة قناطر أبو المنجا إن في الوقت دوت كانت الأراضي في المكان دوت بتتروى بصعوبة جدا. ده كان في العصر الفاطمي. وقتها كان الوزير الأفضل شاه ابن بدر الدين الجمالي، كان هو الوزير وقتها. فطلب من واحد يهودي اسمه أبو المنجا سنة 1112 ميلادية، وقال له عايزك تعمل لي ترعة عشان تروي الأرض في المكان دوت. بعد ما اتعملت الترعة اتسمت باسم أبو المنجا. فالأفضل اتضايق جدا وأمر بتغيير اسم الترعة لترعة الأفضلي، بس الناس برضه فضلت تقول عليها أبو المنجا. بعد كده جه في العصر المملوكي عصر الظاهر بيبرس سنة 1267. طلب بقى الظاهر بيبرس من الأمير عز الدين عمل قناطر فوق الترعة أو فوق ترعة المنجا ديت. فكانت المية بتعدي من 6 فتحات، اللي هي الفتحات اللي احنا شايفينها دي. عشان كده احنا بنقول عليها قناطر الظاهر بيبرس أو قناطر أبو المنجا. بعد كده القناطر تم توسعتها في عهد السلطان الأشرف قايتباي سنة 1486. ولما تم التطوير في عهد السلطان قايتباي عمل 5 رنوك كتابية بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الرنك بتاعه أو الشعار بتاعه يتقرأ من النص لليمين وبعدين للشمال. مكتوب بقى ايه على النص دوت؟ عز لمولانا السلطان الملك الأشرف. لو احنا قرناها من النص اليمين وبعدين النص الشمال، وبعدين مكتوب تحت عز نصره وجنبه التاريخ 1440. الرنك اللي هو الشعار او بمثابه الخيط او الاكلاشيه اللي كان بيميز كل واحد. الرنك ده في عندنا خطوط كتابيه زي ده. وبعد قناطر ابو المنجا اتحركت ورحت متحف علوم الميه. والحقيقه المتحف دوت من المتاحف اللي بتوضح طرق الري وازاي نستفاد من المية ومن كل نقطة مية، وازاي نرشد استهلاك المية. وهو اسمه متحف الثورة او متحف الري او متحف علوم المية. انشأه جمال عبد الناصر سنة 1957. ومتحف الري كيان حضاري فريد بيحتوي على الكثير من النماذج الأثرية المتنوعة لأنظمة الري المختلفة لمصر على مر العصور، زي الشادوف والطنبور والساقية وكل أساليب الري اللي مرت بيها مصر أو اللي شهدتها مصر حركة الري في مصر طول عهدها. فهي الفكرة بتاعت الصور دي نفس فكرة الفصولة بتاعت المفاصل، ان هي عن طريق المية دي سبحان الله ان احنا لما شغلنا الموتور عن طريق المية اللي هي زي المادة الجيلاتينية اللي هي المادة الناعمة اللي بتسهل الحركة اللي احنا شايفينها ما بين الكور. وده كده نموذج ال3 كور. وزن الكرة هنا 40 كيلو، وهنا بيوري ازاي الكرة بتتحرك بنقطة مية عن طريق ظاهرة الاحتكاك. وهنا نفس النظرية برضو اللي هو بكورة وزنها 4.5 طن لتفسير معامل الاحتكاك. والمتحف تقريبا كله بيوضح أساليب الري، وكمان في بعض التجارب العلوم في المتحف نفسه، وهبقى اعمل لكم فيديو مفصل له. بعد كده اتحركت ورحت أهم أثر تاريخي في محافظة القليوبية في مدينة القناطر، وهي القناطر الخيرية. القناطر الخيرية قصة واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية الحديثة لمصر،
وفي العالم عموما يعني، لأن هي حدثت الري وعملت توزيع لنهر النيل بطريقة تتيح ان الزراعة تبقى في اي وقت، ما يبقاش فيه بقى محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية، تبقى المحاصيل في اي وقت تبعا لتوفر طبعا مية النيل. كده هنا أنا عند البوابات بتاعة القناطر، فوق القناطر، يعني القناطر تحت الجسر ده كده الجسر اللي هو تحتيه القناطر. والهدف الأساسي أو الغرض الأساسي من إنشاء القناطر إن احنا نرفع مية النيل في الصيف للحد المنسوب اللي بيسمح إن احنا نمد الرياحات بالمية الكافية. والرياحات دي هما 3 رياحات رئيسية في الدلتا، اللي هما المنوفي والتوفيقي والبحيري. والقناطر الخيرية تم وضع حجر الأساس لها في إبريل 1843، وده كان في عهد محمد علي باشا والي مصر في الوقت لكن تم افتتاحها في 30 أغسطس 1986. واليوم ده بالذات أو بالتحديد عملته محافظة القليوبية عيد قومي لها. والقناطر الخيرية كان اسمها القناطر المجيدة، وإنشائها تم بعدة مراحل. أول حاجة محمد علي باشا أمر بتنفيذها سنة 1833، بعد كده التنفيذ الفعلي كان بعدها ب10 سنين 1843. وخلال مراحل التنفيذ اتوفى محمد علي باشا، واستكملت في عهد عباس حلمي الأول. بعد كده ظهر خلل في بعض عيون القناطر بسبب قدرتها على حفظ المياه، وفي عهد الخديوي إسماعيل تم تلافي الخلل اللي حصل وتم إصلاحه. والقناطر الخيرية طبعا مرت بعدة تجديدات كتيرة جدا لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. رفع البوابات رفع البوابات لتنظيم حركة الري، عايز ازود المية اقلل المية، ارفع بوابة اقفل بوابة، ارفع ب2 ارفع 3 ارفع 4 على حسب الهدف تنظيم المية اللي انا محتاجها تحت. شغال بقى انا شفتهم، هو كمالة الكوبري بقى بس كده؟ بس الكوبري. مش حاجة تانية. لا وهنا كان بيوريني المكن المخصص اللي بيرفع المية او بيقفل البوابات حسب احتياج المية. هيملى مثلا رياحين بيفتح البوابات، يفتحها نص، يفتحها كلي، يفتح عدد بوابات معين من البوابات لحد ما كمية المية اللي محتاجينها تدخل، وبعد كده يقفل البوابات تاني. على فكرة ملحوظة والله مش مني انا بس، يعني من كله. لا ده لو احنا مش معاكم كمان يا كله لاحظ نفس الموضوع. هنا انا كنت بتكلم عن الناس اللي بتعدي بالموتوسيكلات ان لازم الجسر يتقفل قدام الموتوسيكلات، لان اولا هو اثر، ثانيا هو غير امن كده بالطريقه للناس اللي ما تروح هناك، ما ينفعش تروح لوحدك. القناطر الخيريه اتبنت عند قمه الدلتا، عند نقطه تفرع فرعين النيل اللي هو رشيد ودمياط، اللي انا واقفه عندها دي كده السبعة بتاعت الخريطة. ده كده جزء كده اللي هو رشيد اللي انا واقفه عليه، وعند الشجر والمصانع اللي هناك ده كده الفرع التاني ورا الشجر اللي موجود على الشمال. ايوه الشجر ده وراه فرع فرع دمياط. يبقى كده ده فرعين كده، فرع رشيد وفرع دمياط، ودي السبعة بتاعت نهر النيل اللي موجودة على الخريطة. الترمولات اللي بيرفعوا بيها المية. لا ديت ايوه البوابات هي بالظبط كده. بوابات الجنازير نازله اهيت. الجنازير دي كنت محرك كده بسحب الجنازير ديت ارفع لفوق البوابه اللي هي البوابه هي اللي كانت بتغلق الكوبري. زي ما احنا شايفين كده دي الآلات والجنازير برضو اللي كانت بترفع البوابات بتاعت القناطر عشان تفتح البوابات. الحقيقة القناطر لعبت دور مهم جدا في منظومة الري في مصر عموما، يعني حافظت على مية نهر النيل ووزعتها صح على الأراضي ووسعت الرقعة الزراعية، وكان إنجاز من أعظم الإنجازات الري اللي موجودة في مصر، وعشان كده بنعتبرها من أعظم أعمال الري، وهي الحجر الأساسي لنظام الري الحديث في مصر. القناطر الخيرية استغرق بنائها تقريبا حوالي 20 سنة، وزي ما قلنا كان الهدف منها هو توفير مية الري معظم السنة، ودي كانت تعتبر طبعا أعظم أعمال محمد علي.
طبعا وانت في القناطر ما تفوتش ابدا فرصة ان انت لازم تاخد مركب وتنزل القناطر وتعدي من البوابات دي للناحية التانية. منظر فظيع، منظر من اجمل المناظر اللي ممكن تشوفها. طبعا انت بتخرج من البوابات ديت على نهر النيل فرع رشيد، تمشي فيه شوية وترجع تاني للحديقة اللي احنا كنا قاعدين فيها. والحديقة دي فيها طبعا أماكن للجلوس، وفيها مرسى لليخوت والفسح النيلية، وكمان فيها جنينة كبيرة جدا، حديقة كبيرة جدا. والحديقة دي اسمها حديقة عفلة، مساحتها تقريبا 14 فدان، وموجود فيها كوبري محمد علي وفيها الكوبري الجديد. وطبعا شهدت تطورات كتيرة جدا خلال من محمد علي لحد دلوقتي. ده كده كوبري محمد علي اللي قدامنا دوت، والناحية التانية المقابلة له اللي هو الكوبري الجديد او بيسموه كوبري الملك فاروق. هنا الليل ابتدى يجي وابتدت تنور الانوار، ومش عايزة اقول لكم المنظر كان عامل ازاي، يعني اكتر من رائع. القناطر بتحتوي على 71 فتحة، دول 71 فتحة. تم اغلاق 20 فتحة منها بصورة نهائية، وكل فتحة تقريبا عرضها 5 متر، ما عدا اللي في النص بتبقى اعرض نص متر، يعني متر 5 متر ونص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، لان الهدف الاساسي من القناة هو الاستفادة. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعموا لي القناة، وشكرا لكم. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.